لأول مرة بجرب معكم منتج. هذا المنتج انشهر في فترة من الفترات وهو منتج جزائري. اللي عرف منكم المنتج يكتب لي تحت في التعليقات قبل ما أعرض لكم. هذا المنتج هو زبدة البندق من مرجان. هو منتج جزائري. طبعا هذا المنتج انشهر في أوروبا كثير، وانشهر حتى بأغلبية يعني بلدان العالم. وهو لأول مرة يعني زبدة بندق. هو اللي نعرفه نحن زبدة الفول السوداني، لكن هذه زبدة البندق لأول مرة نعرفها، ولأول مرة أنا دحين أطعمها. فدحين أجرب معاكم ونطعمها لأول مرة. تعالوا نفتحها الآن مع بعض. شمها رهيب، شمها بندق، وهذه قوامها من داخل. تعالوا أوري لكم يعني بشكل أفضل. يا سلام، هذا قوامها. يلا بسم الله نجربها لأول مرة. الناس قد كملوا وأنا عاد الآن ذكرت أن أنا يعني أجرب الزبدة هذه. طعمها رهيب، على فكرة تشبه الكندر تماما. الكندر الحشو اللي داخل مش الشوكولاتة. طعمها رهيب وتستحق التجربة. أجربها دحين مع البسكوت نشوف كيف بيطلع طعمها. طبعا هذا شكل البسكوت مع زبدة البندق. نجربها بسم الله. والله خيال، طعمها رهيب. والآن عرفت ليش انشهرت بالعالم أو كثير بلدان من العالم. طبعا وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا حبيتم المحتوى اللي نقدمه لا تنسوا أنكم تدعمونا باللايك، وأنكم تتابعوا صفحتي أيضا، وأنكم تشاركوا هذا التجربة مع أصحابكم أهلكم إذا حابين تجربوها. فأنصحكم تجربوها، لكن لا تكثروش منها لأنها غير صحية، مليانة سكر مع الكدم مع الخبز الأسمر. حاجة بسيطة كذا خفيفة، طعامة بس، مش تاكلوا كثير منها لأنها مضرة. وبالتوفيق لكم جميعا، في أمان الله.